انت دكتور علاج طبيعي، ايه المسارات اللي انت هتاخدها بعد التخرج؟ بارت 2. اتكلمنا المره اللي فاتت على كذا مسار، ولكن المره دي هنتكلم على مسارين كده. يعني في واحد منهم مشهور جدا وفي واحد منهم مش مشهور قوي. اول واحد واللي هو التغذيه العلاجيه. انت كدكتور علاج طبيعي انت مش مفوض بعد ما تتخرج ان انت تشتغل في التغذيه، لا. هو الموضوع ده لازم يا اما تكون عملت دراسات عليا فيه، يا اما خدت كورسات معتمده في الحاجه دي. طب هل انت تقدر تشتغل او تقدر تفتح مركز او عياده تغذيه كعلاج طبيعي؟ ولكن زي ما قلت لك، يا دراسات عليا في المجال بتاع التغذيه، يا اما تاخد كورسات معتمده في التغذيه، وهنا بيؤهلك انك تفتح عياده على طول. التغذيه العلاجيه مهمه جدا جدا في حاجات كتير جدا. يعني لو الناس مثلا يعني عايزه تخس، فدي حاجه مهمه لان الخسسان ده صحه. برضو في حالات السكر، الناس اللي عندهم سكر بتحط لهم دايت، الدايت ده بيحسن كتير من حالتهم. برضو الناس اللي عندهم امراض قلب وضغط، برضو التغذيه بتكون مهمه جدا. مع بعض بيشتغل مع بعض كده مع التمارين اللي انت بتعملها. يعني من الجميل جدا ان انت يعني تبقى فاهم في العلاج الطبيعي والتغذيه وتشتغلهم الاثنين، فتعمل ما بينهم يعني كومباينيشن كده تحفه، تجيب نتائج جميله جدا مع المرضى. تاني واحد واللي هو مش مشهور قوي، واللي انا كنت انا ودكتور محمد عايزين نعمل لكم فيديو كامل عنه، لانه فعلا مجال مهم وكريتيكال قوي للدكتور علاج طبيعي، وهو الان بيشنت. انك تشتغل في المستشفى، وبالاخص في الاي سي يو او في الامراض الحرجه. يعني ان بيشنت ده مش عايز دكتور جاي يهزر، لا، دكتور يعني قلبه حديد يفوت في الصخر، بيعرف ياخد قرار سريع، بيعرف يشتغل مع تيم عنده خلفيه او خبره مع التعامل مع الحالات اللي غير مستقره. لان انت ان بيشنت او اي سي يو، انت الحاله جاي لك مش مستقره بالمره، انت لازم تلحقها. وكونك علاج طبيعي في المستشفى لحالات مثلا زي الجلطات او حالات المشاكل الرئويه، انت دورك مهم جدا جدا، 50 جدا. فللاسف الانبيشنت مش مشهور ومش في ناس كتير بتشتغل فيه، بس هو مهم جدا جدا. وبس نستنى حلقات جديدة بقى.